سلام على أجدع ناس رجال وإناث، وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا لأن الفترة دي حاسس إن أنا بنزل لكم فيديوهات تسليكية، فقلت بما إنه تسليك بتسليك لا بهزر معاكم، حبيت بس أعمل لكم حاجة بحب. فبصراحة وأنا قاعد النهاردة مريت على فيلم مدته 6 دقايق وما تسألونيش إزاي، فقلت سبحان الله أنا لو لخصته فهبقى عملت إنجاز النهاردة في حياتي. فاستعدوا علشان هتسمعوا أغرب وأقصر قصة فيلم ممكن تشوفوها بحياتكم. وما تنسوش قبل ما نبدأ تشتركوا بالقناة لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واكيد طبعا مش هوصيكم تعملوا للفيديو لايك وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وخلينا نبدأ بالكلام. بيبدأ الفيلم بمشهد في مدينة بالليل رايقة وهادية، وبنشوف بنت راكبة القطر وماسكة حزام الامان بايديها، بس بيكون واضح ان هي ماسكاه جامد لدرجة ان ايديها بتحمر، وشوية ومسكته بايديها الاتنين. بتنزل وخلاص وصلت لبيتها جري لان الجو كان ليل وبارد جدا. واول ما بتوصل ما بتصدق ان هي اترمت على السرير، وبعدها بتجيلها مكالمة تليفون من والدها بطريقة غريبة كده علشان يطمن عليها. عاملة ايه؟ كويسة؟ وانت كمان؟ الحمد لله. وما حدش فيهم بيفكر يحكي مشاكله للتاني، وتحس ان هما ما بينهم مشاكل اسرية مبعداهم عن بعض. بيقترح عليها والدها ان هما يبقوا يتعشوا مع بعض، ولكنها بترفض وبتقوله ان هي وراها اشغال ومش هتعرف. وبنرجع بقى فلاش باك لحياتها وهي صغيرة، واللي كانت باينة ان هي حياة طفولية بريئة وما فيهاش غير شوية اللعب والفرح بتوع الأطفال دول. ولكن في يوم أمها بتسافر علشان الشغل وبتسيبها لوحدها مع أبوها. وفي يوم وهي بتلعب أبوها بيدخل عليها بقطة صغننة علشان تلعب معاها بحيث إن هي ما تحسش بالملل وهي لوحدها. ومع مرور الأيام البنت دي واللي هنسميها ميرا بتكبر وأحلامها بتكبر معاها، وبتبدأ تكره حياة أبوها التقليدية والبسيطة، وبتسيب قطتها والبيت كله وبتقرر إن هي تعيش لوحدها. بس بعد فترة من التجربة دي بتحس ان هي فعلا اخدت خطوه وهي مش قدها، وبتندم ان هي سابت البيت وعاشت لوحدها لان الشغل صعب والحياه بالنسبه لها بقت ممله اكتر. وفي يوم باباها بيرن عليها وبيقول لها ان قطتها الصغيره ماتت، فبترجع للبيت وبتزور باباها وهي حزينه على قطتها اللي فقدتها، وبتحس فعلا ميرا بغلطتها، وبتقرر ان هي تقعد مع ابوها وكمان تطبخ له لاول مره، وتسيبها بقى من العيشه بتاعتها دي وحياتها الممله. وتاني يوم هم قاعدين مع بعض ميرا بتقول لباباها ان هي حلمت بالقطة الصغيرة، وهو بيقول لها ان هو كمان حلم بيها. وبعديها بفترة مش طويلة والدها بيجيب لها قطة صغيرة تانية غير اللي ماتت، وميرا بتفرح جدا بيها. وبينتهي الفيلم بان والدتها بترجع للبيت وبتخلص القصة على كده. بصراحة مش لاقي حاجة اقولها اتجاه الفيلم ده، ولكن في الحقيقة هو في مغزى قوية جدا. بحسبكم انتم تقولوا لي استفدتم ايه من الفيلم ده في التعليقات. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتشتركوا بالقناة علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي على خير وبيس.